طلاب حبايبي سنة أولى إعدادي في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في مراجعة شهر نوفمبر. مراجعة شهر نوفمبر فيها 4 دروس، اللي هو الروابط الكيميائية واللي هي القوة الكهربية والقوة المغناطيسية، والدرس الثالث في الوحدة الثانية اللي هي مجالات القوى. تعال نشوف الأسئلة بتاعة المراجعة بتاعة النهاردة. أول سؤال بيقول لي أكمل العبارات الآتية. بيقول لي السؤال رقم 1: تختلف جزيئات المواد في نقط ونقط الذرات وطريقة ارتباطها معا. طبعا هنا بتختلف في نوع وعدد الذرات. نوع وعدد الذرات. ندخن. طيب السؤال الثاني: يؤدي إلى اختلاف ترابط الذرات ببعضها إلى اختلاف الخواص نقط ونقط لجزيئات المركبات الناتجة. طبعا الخواص الكيميائية والفيزيائية. السؤال رقم 3 بيقول لي من أنواع الترابط الكيميائي الترابط نقط والترابط نقط. طبعا خدنا نوعين من الروابط اللي هي التساهمية والأيونية. السؤال رقم 4 بيقول لي يحمل الأيون الموجب عددا من الشحنات. بيغششك أيون موجب يبقى شايل شحنات موجبة تساوي عدد الإلكترونات المفقودة، لأن طبعا الذرة لما بتيجي تفقد بتتحول لأيونات موجبة. والله الذرة اللي هتفقد 1 إلكترون هتشيل شحنة موجب 1، يبقى الأيون بتاعها موجب 1. الذرة هتفقد 2 إلكترون هتتحول لأيون موجب 2 وهكذا. طب السؤال رقم 5 بيقول لي يحمل الأيون السالب عددا من الشحنات السالبة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة. طيب السؤال رقم 6 بيقول لي تنشأ الرابطة نقط من التجاذب نقط بين الأيون الموجب والسالب. طبعا هو بيغششني أيون موجب وأيون سالب، يبقى الرابطة اللي معايا دي رابطة أيونية، الرابطة الأيونية. وانتوا عارفين ان الرابطة الأيونية دي عبارة عن تجاذب كهربي، لأن انت بتتكلم على شحنات كهربية مش مغناطيس. رقم 7: عدد مستويات الطاقة للأيون الموجب نقط عدد مستويات الطاقة في ذراته. مش انت في الأيون الموجب أساسا المفترض ان انت كنت شلت مستوى الطاقة الأخير، فبالتالي عدد المستويات الطاقة أقل من اللي موجود في الذرة. عددهم بيقل لأن انت مستوى الطاقة الأخير خلاص بتبقلشه بره بتطلعه. في الأيون السالب يكون عدد نقط أكبر من عدد نقط. الأيون السالب يبقى الشحنة الغالبة اللي عليه الشحنة السالبة، هي شحنة مين؟ الإلكترونات، يبقى عدد الإلكترونات بيكون أكبر من عدد البروتونات. السؤال رقم 9 بيقول لي يحتوي مستوى الطاقة الخارجي لذرة الكبريت S16. تعالى وزع ال 16، ال 16 الكي ب 2 والال ب 8 واللي هي الام ب 6، يبقى آخر مستوى فيه 6 إلكترون. وعند ارتباطها مع ذرة عنصر فلزي فإنها تتحول إلى أيون سالب الشحنة. ليه سالب الشحنة؟ ما هو آخره 6. 6 ده من ضمن اللافلزات، وأنا عارف إن اللافلزات بتكتسب وتتحول لأيونات سالبة. طيب رقم 10 بيقول لي أثناء التفاعل الكيميائي نقط ذرة المغنيسيوم Mg 12 إلكترونين. لو جيت وزعت ال 12 هتلاقي طبعا 2 8 2، يبقى أنا هفقد 2 إلكترون. يبقى هنا أثناء التفاعل الكيميائي تفقد ذرة المغنيسيوم Mg 24 12 إلكترونين وتتحول إلى أيونات موجبة أو أيون موجب. السؤال رقم 11 بيقول لي تشارك كل ذرة بإلكترون أو أكثر ليكتمل مستوى الطاقة الخارجي لها في الرابطة التساهمية. والرابطة التساهمية دي جاية من اسمها، يعني بيساهم بيشارك، محدش هيفقد ومحدش هيكتسب. طيب السؤال بعد كده بيقول لي تعرف المركبات التي تحتوي جزيئاتها على ذرات الكربون باسم المركبات العضوية. المركبات العضوية. طيب 13 درجة انصهار المركبات الأيونية نقط درجة انصهار المركبات التساهمية. كانت درجة الانصهار في المركبات الأيونية بيكون أكبر وأعلى من المركبات التساهمية. 14 تتميز ذرات الكربون عن باقي ذرات العناصر بقدرتها على الارتباط مع بعضها في يا إما سلاسل متصلة، كان الكربون بيكون سلاسل متصلة، أو سلاسل متفرعة، أو بيكون في شكل إيه؟ بيكون في شكل حلقي.
رقم 15 بيقول لي الرابطة في جزيء الهيدروجين رابطة تساهمية أحادية، بينما في جزيء الأكسجين تساهمية ثنائية. كان ذرة الأكسجين بتساهم ب2 إلكترون. طيب في جزيء نقط ترتبط ذرة الكربون ب4 ذرات هيدروجين. طبعا هنا ده يقصد بيه مين؟ ده يقصد بيه اللي هو CH4. CH4 ده اللي هو الميثان، يبقى جزيء الميثان، وده أبسط مركب عضوي عندنا. 17 يتكون جزيء الماء من ارتباط ذرتي، طب مش المية ده H2O، يبقى المية ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين. في جزيء ال HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك أو كلوريد الهيدروجين تشارك كل ذرة بكم إلكترون؟ ساعتها لما جينا عملناها كل ذرة شاركت بإلكترون واحد ليكتمل مستوى الطاقة الأخير لكل منهم. 19 تتميز المركبات الأيونية بأنها لها درجتي انصهار وغليان بيكونوا مرتفعين، ومعظمها بيذوب في الميه. معظم المركبات الايونيه بتذوب في الميه زي حضرتك ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم. رقم 20 تبدا خطوط القوى الكهربيه، بتبدا من الشحنه الموجبه وبتروح على الشحنه السالبه. رقم 21 تقاس الشحنه الكهربيه بوحده الكولوم. 22 من خواص خطوط المجال الكهربي، طبعا دي خطوط وهمية لا تتقاطع. الخاصية رقم 2 لا تخترق الأجسام أو لا تخترق الأسطح. طبعا هنا بتبدأ بالموجب وتنتهي بالسالب وهكذا. رقم 23 يستخدم جهاز نقط في معرفة نوع الشحنة الأجسام المختلفة، طبعا هنا الإلكتروسكوب. رقم 24 عند تقريب جسم مشحون من قرص الكشاف الكهربي مشحون بشحنة كهربية مضادة. طبعا مضادة يعني عكس بعض، يبقى الجسم والجهاز عكس بعض. هنا بيقل انفراج ورقتي الكشاف. طيب 25 عند تقريب جسم سالب الشحنة من قرص الكشاف الكهربي مشحون بشحنة سالبة، يبقى سالب وسالب. طالما سالب وسالب يبقى يحصل قوة تنافر، يبقى يزداد انفراج الورقتين. تعالى لي السؤال اللي بعد كده. طبعا هنا كميه كبيره من الدروس داخله فيه الشهر ده، 4 دروس عندك، والدرس اللي هو الروابط الكيميائيه درس تقيل مش سهل. 26 عند دلك ساق من الزجاج بقطعه من القطن، طبعا الازاز هو اللي فوق، يبقى في السلسله الكهروستاتيكيه يبقى دي الموجب ودي السالب، فانه يكتسب شحنه نقط، وعند تقريبه من قرص كشاف كهربي مشحون بشحنه نقط يزداد انفراج ورقتا الذهب. طبعا هنا بيقول لك ان الساق الازاز هيدعك بقطن، فانه دي عايده على الازاز يكتسب شحنه ايه؟ موجبه. طيب قربته الجهاز اللي هو الكشاف الكهربي او الالكتروسكوب، هل بقى هيكون مشحون بشحنه ايه عشان عاوز يزداد انفراج الورقتين؟ يزداد انفراج الورقتين في حاله ان الجسم والجهاز نفس الشحنه. طب اساسا الجسم موجب يبقى الجهاز لازم يكون موجب. طيب 27 من اشكال المغناطيس الصناعي، عندي اللي هو حدوة حصان، وعندي اللي هو الابره المغناطيسيه، وعندي اللي هو الحلقي والقضيب. طيب رقم 25 بيقول لي من المواد المغناطيسيه، المواد المغناطيسيه عندك الحديد، بينما من امثله المواد الغير مغناطيسيه عندك النحاس، الالومنيوم، وعندك الذهب والفضه. البوصله عباره عن ابره مغناطيسيه حره الحركه، ابره مغناطيسيه حره الحركه مثبته عند المحور، يعني مثبته من نص العلبه بتاعت الايه؟ البوصله. طيب رقم 30 توضع الابره المغناطيسيه للبوصله داخل علبه مصنوعه من البلاستيك او النحاس. طبعا مصنوعه من البلاستيك والنحاس لان دي عباره عن مواد غير مغناطيسيه فمش هتاثر على حركه الايه؟ الابره.
رقم 31 تزداد قوة جذب المغناطيس عند القطبين. تبقى القوة بتكون كبيرة جدا ولكن تنعدم عند المنتصف. هي مش هتنعدم يعني، بس هي ايه، هتقل شوية. طيب 32 يرمز للقطب الشمالي للمغناطيس بالرمز طبعا الشمالي ان، جاي من كلمة نورث، ويشير إلى الشمال الجغرافي للأرض. الشمال الجغرافي للأرض. طيب 33 يرمز للقطب الجنوبي للمغناطيس بالرمز اس، جاي من كلمة ساوث، ويشير إلى الجنوب الجغرافي. 34 تعمل الأرض كمغناطيس عملاق. الأرض دي لو قرب حاجة ليها بتتشد، مغناطيس عملاق كبير يؤثر على إبرة البوصلة فيجعلها تأخذ اتجاها إيه ثابتا. 35 يبدأ تدفق خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. رقم 36 الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب. 37 يعبر عن القوى الكهربية بخطوط وهمية تسمى خطوط القوى الكهربية. خطوط القوى الكهربية. بينما يعبر عن المجال المغناطيسي بخطوط وهمية تسمى خطوط المجال المغناطيسي. رقم 38 خطوط المجال المغناطيسي وهمية لا تتقاطع، عاملة زي خطوط المجال الكهربي كده. 39 عند تقريب قطبي مغناطيس متشابهين من بعضهما فإنهما يتنافران. طبعا يتنافران لأن الاتنين زي بعض. طيب 40 تتزاحم خطوط المجال المغناطيسي. تتزاحم يعني تبقى أكبر ما يمكن عند القطبين، طبعا عشان القوة المغناطيسية عند القطبين بتكون كبيرة جدا، وتتباعد بالابتعاد عنهما، اللي هو يقصد بيها في نص المغناطيس يعني. طيب 41 عند تقريب القطب الشمالي مع القطب الجنوبي لمغناطيس آخر فإنهما يتجاذبان علشان دول اتنين أقطاب مختلفة. اكتشف العالم نقط أن كل الأجسام الموجودة في الكون يحدث بينهما تجاذب، طبعا إسحاق نيوتن. من أمثلة قوى التلامس، عندك يا سيدي التلامس اللي لازم يحصل بينها وبين بعضها تلامس. عندك زي قوة الاحتكاك، طبعا مش هيحصل احتكاك ما بين اتنين غير لو في تلامس. وقوى المرونة، ان انت تدوس مثلا على سوستة ولا حاجة فبتلاقيها رجعت تاني لمكانها، دي طبعا عن طريق التلامس. قوى الاحتكاك وقوى المرونة. طيب والتصادم برضو. طيب تتوقف قوة التجاذب بين جسمين على الكتلة، ولو الكتلة زادت الجاذبية تزيد، علاقة طردية. والمسافة، طبعا المسافة لو زادت الجاذبية تقل، ودي علاقة عكسية. 45 تجذب الأرض الأجسام نحوها بقوة تسمى الجاذبية الأرضية. تزداد هذه القوة بزيادة كتلة الجسم. كل ما كان الجسم تقيل يبقى الجاذبية عليه كبيرة. طيب 46 تتناسب قوة التجاذب بين جسمين طرديا مع الكتلة، وعكسيا مع المسافة. المسافة زادت يبقى الجاذبية هتقل والعكس. عند زيادة المسافة بين جسمين نقط قوة التجاذب بينهما تقل. المسافة هتزيد يبقى الجاذبية هتقل. 48 تحدث ظاهرة المد والجزر نتيجة لوجود قوة تجاذب بين الأرض والقمر. القوة نقط ونقط من أمثلة القوة التي لها مجال. عندك اللي هي القوة المغناطيسية، وعندك قوة الجاذبية والكهروستاتيكية. 50 القوة المؤثرة على هبوط شخص في اتجاه مركز الأرض هي قوة الجاذبية. قوة الجاذبية الأرضية هي اللي بتشد أي جسم لتحت. كلما زادت نقط الجسمين زادت قوة التجاذب. كتلة الجسمين لو زادت التجاذب يزيد، بينهم علاقة طردية.
تعالى ليه السؤال رقم 52 بيقول لي من أهمية المد والجزر إنه يستفاد في توليد الطاقة الكهربية. طيب رقم 53 تعمل قوى النقط على سقوط الأمطار باتجاه الأرض، طبعا قوى الجاذبية. طبعا هنا من أهمية برضه المد والجزر إنه بيساعد في تطهير المسطحات المائية. طيب تعالى ليه السؤال اللي بعد كده. يمكن تعيين وزن الجسم W من العلاقة، طبعا هنا اللي هي M اللي هي الكتلة في شدة مجال الجاذبية. يتشابه المجال نقط ونقط مع مجال الجاذبية في التأثير على الأجسام عن بعد، طبعا المجال الكهربي والمجال المغناطيسي. رقم 56 كلما زادت كتلة الكوكب زادت جاذبيته، الجاذبية هتزيد، وزاد نقط الجسم عليه، طبعا زاد وزن الجسم عليه. طيب 57 مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يعبر عن، طبعا هنا الكتلة، وتقاس بوحدة الجرام أو الكيلو جرام. 58 لا تتغير نقط الجسم من مكان لآخر، طبعا ما بيتغيرش الكتلة، بينما يتغير نقط حسب البعد عن مركز الأرض، طبعا بيتغير الوزن. الوزن هو اللي بيتغير لأن الوزن هو الجاذبية. كل كتلة مقدارها 1 كيلو جرام على سطح الأرض تجذبها الأرض نحو مركزها بقوة مقدارها 10 نيوتن. لأن طبعا هنا كان شدة الجاذبية دي عبارة عن 10 نيوتن لكل كيلو جرام. شدة مجال الجاذبية كان وحدة القياس بتاعتها كده 10 نيوتن لكل كيلو جرام. 60 جسم كتلته على الأرض 70 كيلو جرام، فإن كتلته على القمر برضه 70 كيلو جرام لأن الكتلة لا تتغير بتغير المكان. جسم وزنه على سطح القمر 600 نيوتن، يبقى وزنه على الأرض بكام؟ لو تفتكر المثلث، أدي عامل مثلث، هنا الوزن بس على الأرض، وهنا الوزن بس على القمر، وهنا 6 ده بالإنجليزي 6. طيب هو مديني مديني الوزن على القمر بكام؟ ب 600، يبقى الوزن على الأرض اضربه في 6، 6 في 600 يديني 3600 نيوتن. طيب 62 إذا كانت كتلة الجسم في الفضاء تساوي 15 كيلو جرام فإن وزنه في الفضاء الخارجي يساوي 0. طبعا الوزن اللي هي الجاذبية، مفيش جاذبية ما يضحكش عليك، الوزن ب0. قوة جاذبية القمر نقط من جاذبية الأرض، طبعا هنا أقل من. ليه أقل من يا مستر؟ لأن القمر كتلته قليلة، كل ما كانت الكتلة قليلة كل ما كانت الجاذبية قليلة. 64 جسم كتلته 15 كيلو جرام على سطح الأرض فإن كتلته على سطح القمر ما يضحكش عليك برضه 15 كيلو جرام لأن دي كتلة والكتلة لا تتغير. وزن رائد الفضاء في الفضاء الخارجي يساوي 0 لأن طبعا الفضاء الجاذبية فيه أو الوزن فيه بيوصل ل0. 66 كلما زادت نقط الكوكب زادت جاذبيته وزاد وزن الأجسام عليه، طبعا كلما زادت كتلة الكوكب طبعا زادت جاذبيته وزاد وزن الأجسام عليه. طب تعالى بقى اللي هي الاختيارات. بيقول لك رقم 1 تميل ذرات نقط إلى فقد إلكترونات تكافؤها متحولة إلى أيون موجب، طبعا اللي كان بيفقد الفلزات. رقم 2 عندما تكتسب ذرات العناصر اللافلزية إلكترون أو أكثر فإنها تتحول إلى طبعا أيونات سالبة، أيونات سالبة اللي هي كانت الأنيونات. رقم 3 ينتج عن الترابط الأيوني جزيئات عناصر بس ولا مركبات بس ولا عناصر ومركبات ولا تساهمية؟
طبعا ترابط ايوني يبقى لازم يكون ما بين فلز ولا فلز، يبقى دي ذرات مختلفه، يبقى هيديني مركب في الاخر. طيب رقم 4، تتحول الذره الى ايون نقط عندما تكتسب الكترون، طبعا هنا ايون سالب. رقم 5، عند تحول الذره الى ايون فان عدد نقط يتغير، اللي كان بيتغير الالكترونات لان كنت بفقد او بكتسب الالكترونات. رقم 6، عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير لايون ال Al13. طب وزع ال 13 كده 2 8 3، دي ايه دي ذره. هو مش عاوز الذره، هو عاوز الايون، يعني بعد ما فقدت ده هو عاوز عدد الالكترونات اللي موجوده في مستوى الطاقه الاخير للايون. طب الايون الذره بعد ما فقدت بقت ايه؟ 2 8، يبقى انا عدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير عندي بعد ما فقدته وتحولت لايون 8. طيب عدد مستويات الطاقه في ايون الصوديوم Na11، عدد مستويات الطاقه في ذرته. طب ما تجيب الايون من ال11 دي، الكي بكام؟ الكي ب2، والال بكام؟ ب8، والام بكام؟ ب1، ده ذره. هتحولها لايون ازاي؟ افقد مستوى الطاقه الاخير، يبقى كي ب2 والال ب8، حطه بين قوسين وادي موجب. طبعا انت هنا عندك كام مستوى طاقه في الايون؟ 2، وفي الذره كام؟ 3، يبقى اللي في الايون اقل من اللي موجود في الذره. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك هنا في السؤال: ما الصيغه الجزيئيه للمركب الناتج من ارتباط عنصر A من الفلزات الاقلاء مع عنصر B من مجموعه 6A؟ طب قلت لك بقى هنحل السؤال ده ازاي؟ هتجيب لي الفلزات ناحيه الشمال اللي هو العنصر A، واللا فلزات ناحيه اليمين. خلاص؟ طيب بعد كده التكافؤات، فلزات الاقلاء اللي هي 1A، وانتوا عارفين تكافؤ 1A بواحد. طيب هنا وB ده كان في مجموعه 6A. 6A ديت كنت بجيب تكافؤها ازاي؟ كنت بطرحها من 8، يبقى 8 ناقص 6 يديني 2. بعد كده اعمل المقص. طيب لو جيت عملت المقص، A هيبقى تحتها 2 والB تحتها 1 ما بيتكتبش، يبقى الصيغه بتاعتي A2B. طيب رقم 9، الرابطه في جزيء كلوريد الصوديوم. طبعا الصوديوم ده فلز والكلور ده لا فلز، يبقى الرابطه بتاعتك ايونيه. رقم 10، العنصر الذي عدده الذري نقط يكون رابطه ايونيه مع عنصر عدده الذري 8. لو انت وزعت ال8 هتلاقيها 2 6 2 6، يبقى ده 8 ده لا فلز، يبقى انت عاوز هنا في الاختيارات بتاعتك فلز. دور لي بقى على فلز. الفلز بيكون اخره كام؟ بيكون اخره يا اما 1 الكترون يا اما 2 الكترون يا اما 3 الكترون. لو انت جيت وزعت الاثنين، هي الكيب 2 ده غاز خامل اساسا. لو وزعت ال10 2 8 برضه غاز خامل. لو وزعت ال12 هتلاقيها 2 8 2. هو ده الفلز. يبقى لا ده ينفع ولا ده ينفع ولا ده ينفع. طيب السؤال رقم 11، عدد البروتونات في الايون السالب. ايون سالب يبقى السالب هو اللي اكتر، يبقى البروتونات الموجب دي قليله اقل منه. طيب 12، اقرب غاز خامل لذره الكلور Cl17. Cl17 ده 2 8 7، يعني انا دلوقتي هكتسب 1، لو اكتسبت 1 ابقى 2 8 8، يعني بقيت 18، يبقى بقيت شبه الارجون 18. طيب يعبر عن رمز التالي اكس موجب واي سالب عن جزيء عنصر. لا مش عنصر، لان اكس غير واي، مركب ايوني. طيب رمز الايون الذي يحتوي نواته على 11 بروتون ويدور حوله 10 الكترون. طبعا انت لو جيت بصيت هتلاقي ان البروتون اكتر من الالكترون. طب اكتر منه بكام؟ ب1، يبقى انت عندك الايون بتاعك شايل شحنه موجبه واحده بس اهو. الرابطه في جزيء نقط تساهميه ثلاثيه النيتروجين، وساعتها جيت رسمتها كده ان حواليها 3 ربط ان. 16، ترتبط ذرات نقط مع بعضها في سلاسل مختلفه الشكل. ما خدناش غير الكربون لان بيكون حواليه 4 روابط تساهميه.
17 في جزيء الميثان CH4 ترتبط ذرة الكربون بأربع ذرات هيدروجين بروابط تساهمية أحادية. وساعتها جينا رسمناهم ازاي؟ ادي السي حواليها 4 روابط، ادي هيدروجين ادي هيدروجين ادي هيدروجين ادي هيدروجين. رقم 18 الرابطة في جزيء كلوريد الهيدروجين. كلوريد الهيدروجين ده كان من ضمن اللي هي المركبات التساهمية، طبعا تساهمية أحادية لأن كل ذرة كانت بتشارك بواحد إلكترون. 19 عندما ترتبط ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين يتكون طبعا 2 هيدروجين مع واحدة أكسجين، ده المية H2O. 20 يحتوي مستوى الطاقة الأخير في ذرات الكربون C6 على كم إلكترون مفرد؟ لو أنت جيت وزعت هتلاقي 2 4، يبقى أنا حواليا 4 إلكترونات حرة. كل مما يلي من خواص المركبات الأيونية ما عدا يبقى أنت هتطلع الغلط. معظمها يذوب في المية، بتدوب. لها درجة انصهار وغليان منخفضة؟ لا، درجة الانصهار والغليان بتكون مرتفعة، يبقى هي دي الإجابة. تعال نتأكد من بقية الإجابات. محاليلها جيدة التوصيل؟ متعادلة الشحنة الكهربية؟ يبقى الإجابة الخطأ هي الإجابة رقم 2، هو دي اللي عاوزها. 22 أي الجزيئات التالية يمثل مركب أيوني؟ أولا ده عنصر لأن ذراته متشابهة، ده برضه عنصر، ده عنصر، ما قداميش غير مين؟ MgO. الشحنات الكهربية المتراكمة على أسطح بعض الأجسام تعرف بالكهرباء الساكنة أو الكهربية الساكنة. السؤال اللي بعد كده، سؤال 24 بيقول لي كل مما يلي من المواد التي يتم شحنها بكهربية ساكنة دون عزلها ما عدا. يبقى أنت عاوز واحد بيتشحن بالعزل. مين اللي بيتشحن بالعزل؟ الكربون. ده لازم تعزله علشان يتشحن لأن من مواد موصلة للكهرباء. 25 عند دلك ساق خشبية بقطعة من الصوف. طبعا الخشب هو اللي موجود في الأول في السلسلة الكهروستاتيكية، يبقى ده موجب وده سالب، فإن شحنة قطعة الصوف تصبح سالبة. السؤال رقم 26 يمكن أن تتولد شحنات كهربية ساكنة على سطح مادة نقط عند احتكاكها بقطعة من الصوف. طبعا الحديد لازم عزل، والنحاس لازم عزل، والكربون لازم عزل، يبقى الأبونايت. 27 عند دلك جسمين ببعضهما فإنهما يكتسبان شحنتين مختلفتين، واحد موجب وواحد سالب، ده هيفقد إلكترونات وده هيكتسب إلكترونات. 28 عند دلك ساق من الأبونايت بقطعة حرير. طبعا هنا الأبونايت ده اللي هيكون سالب والحرير هيكون موجب، تتكون شحنات نقط على الساق يقصد بها الأبونايت سالبة. اولا اساسا احنا الابونايت خدناها اخر ماده في السلسله الكهروستاتيكيه، فدي بتكون سالب على طول. 29 لكي تتكون شحنه موجبه على قطعه من الصوف. عاوز الصوف تبقى موجب، يبقى ادعاكه باي ماده تحت الصوف يجب دلكها بقطعه من الجلد الصناعي. لا، الجلد الصناعي فوق الصوف، يبقى الجلد الصناعي هو اللي هيكون موجب. القطن تحت الصوف. طيب بعد كده عند دلك ساق من الخشب بقطعة من الصوف، الخشب هيكون موجب والصوف سالب، فإن الخشب يكتسب شحنة موجبة والصوف يكتسب شحنة سالبة، يبقى موجبة وسالبة. رقم 31 جميع الأجسام التالية يتكون عليها شحنة سالبة عند احتكاكها بساق خشبية ما عدا. كله هيتكون عليه سالب ما عدا مين اللي هيتكون عليه موجب؟ الزجاج، لأن الزجاج ده أول مادة في السلسلة الكهروستاتيكية فدي هتبقى موجب على طول. 32 عند دلك مسطرة من الخشب بقطعة من القطن، يبقى الخشب هيكون موجب والقطن هيكون سالب، لأن القطن هو اللي هيكون تحت في السلسلة الكهروستاتيكية. تتولد قوة كهربية بينهما ما نوع الشحنة المتكونة على المسطرة؟ موجب، خلاص حددتها اهي. وما نوع القوة الكهربية؟ ده موجب وده سالب، يبقى يحصل بينهم قوة تجاذب، يبقى موجبة وتجاذب. رقم 33 المنطقة المحيطة بشحنة كهربية وتظهر فيها أثرها على مواد معينة تعرف ب. طبعا المجال مش المغناطيسي، نتكلم عن شحنات كهربية يبقى مجال الكهربية. طيب رقم 34 يوضح الشكل المقابل، يوضح الجسيم اكس، ادي اكس اهو مشحون بشحنة سالبة، يبقى اكس ده سالب. طبعا سالب يبقى اكيد هيتجه ناحية الموجب اللي هو بي. موضوع بين لوحين مختلفين في الشحنة، في أي اتجاه يتحرك الجسيم إكس؟ طبعا ناحية بي، ناحية الموجب، لأن الشحنات المختلفة يحصل بينها وبين بعضها تجاذب. 35 كل مما يلي من خواص
خطوط القوة الكهربية ما عدا يبقى عاوز مني الغلط. لا تتقاطع دي، لا دي الجملة صح. يمكن رؤيتها، لا هي لا يمكن رؤيتها لأن طبعا دي خطوط وهمية. 36 تبتعد ورقتا الكشاف الكهربي عن بعضهما نتيجة تأثير التيار الكهربي، تنافر الشحنات المتشابهة، تجاذب الشحنات المختلفة، تغير في الجهد الكهربي. طبعا هنا تبتعد بسبب تنافر الشحنات الكهربية. 37 إذا تم تقريب جسم من قرص كشاف كهربي شحنته موجبة يبقى الجهاز موجب، وزاد انفراج الورقتين يبقى الجسم أكيد موجب. طالما زاد انفراج الورقتين يبقى الجسم موجب، يبقى الجسم يحمل شحنة ايه؟ موجبة. موجب مع موجب هيحصل قوة تنافر وده هيزود انفراج الورقتين. 38 أي مما يلي لا يعد من استخدامات جهاز الإلكتروسكوب. لا يعد يعني عاوز استخدام غلط. الاستدلال على الحالة الكهربية، لا الجهاز ده بيعمل الكلام ده. تحديد نوع الشحنة كلام سليم. قياس شدة التيار الكهربي، لا. 39 المغناطيس الطبيعي إحدى مركبات الحديد وبيسمى بالماجنتايت. رقم 40 تصنع علبة البوصلة من الصلب البلاستيك حديد كوبك. لا البلاستيك عشان دي مادة غير مغناطيسية لا تؤثر في حركة الإبرة المغناطيسية. طيب 41 من أمثلة المواد التي لا تنجذب للمغناطيس عندك يا سيدي النحاس والذهب والفضة والألمنيوم. 45 عند تعليق مغناطيس حر الحركة فإنه يتخذ اتجاه طبعا الشمال والجنوب. القطب الشمالي بيشاور للشمال والجنوبي بيشاور للجنوب. 46 عند غمز قضيب مغناطيس في برادة حديد يزداد تجمع برادة حديد عند القطبين الشمالي والجنوبي علشان القوة المغناطيسية بتكون كبيرة جدا هناك. 47 ينجذب إحدى طرفي ساق إلى قضيب مغناطيسي. أي مما يلي يصف طبيعة الساق. خلي بالك بقى بيقول لك هنا ينجذب إحدى طرفي ساق إلى قضيب مغناطيسي. يبقى هل الساق من النيكل فقط؟ وارد. ساق من النيكل أو مغناطيس؟ وارد. مغناطيس فقط ولا ساق من النيكل والنحاس؟ لا دي مش هتنفع ودي مش هتنفع. هو ممكن يكون ساق من النيكل لأن دي عبارة عن مادة مغناطيسية، ممكن يكون مغناطيس طبعا قربته أقطاب مختلفة يعني. طيب 48 أي مما يلي لا يعد من خواص المغناطيس. لا يعد له قطبان، لا من ضمن الخواص تزداد قوة جذبه عند الطرفين عشان هنا قطبين يأخذ اتجاه ثابت ده كلام سليم. يجذب جميع المواد المعدنية، لا ما أنت عندك النحاس والذهب والفضة والألمنيوم ما بيتجذبوش. 49 أي العبارات التالية تصف المواد المغناطيسية بطريقة دقيقة. مواد فلزية، مواد لا فلزية، مواد تنجذب للمغناطيس. السؤال اللي بعد كده 50 تتجه خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي للجنوبي. من القطب الشمالي من نورث تو ساوث. طيب 51 المجال المغناطيسي يكون أقوى عند القطبين القطب الشمالي والجنوبي. رقم 52 عند تقريب قطب جنوبي للمغناطيس مع قطب جنوبي لمغناطيس آخر مع جنوبي مع جنوبي يحصل قوة تنافر يتنافران. القوة المؤثرة على الأجسام وتسبب حركتها لأسفل طبعا دي القوة الجاذبية. طبعا أسئلة سهلة ما فيهاش أي حاجة، بس هي يمكن الغلاسة كلها بيكون في الدرس الروابط اللي هي الإيه؟ الكيميائية، فأنت تحاول بقدر الإمكان طبعا تراجع عليه بشكل سريع قبل الامتحان. الجاذبية نوع من أنواع المادة، القوة، الطاقة، السرعة طبعا من نوع من أنواع القوة. تعالى ليه السؤال رقم 55 بيقول لي كل مما يلي مواد غير مغناطيسية ما عدا. طبعا السي يو ده مادة غير مغناطيسية لأن ده نحاس. الاي جي ده اللي هو الفضة. الاي يو ده الذهب. الاف اي دي عبارة عن مادة مغناطيسية اللي هي الحديد. رقم 56 طائر يحلق في الهواء يكون اتجاه قوة الجاذبية المؤثرة عليه طبعا لأسفل، هتشده لتحت. 57 جميع القوى التالية تعتبر قوة مجال ما عدا مين بقى؟ التلامس طبعا قوى المرونة. 58 كل مما يلي من أمثلة قوى التلامس ما عدا طبعا هنا قوى الاحتكاك دي تلامس والتصادم دي تلامس والجاذبية دي مجال، دي بتشتغل من بعيد لبعيد. طيب قوى النقط هي مسؤولة عن سقوط الأمطار طبعا الجاذبية. قوى الجاذبية النقط كلما ابتعدنا عن مركز الأرض كل ما تطلع لفوق الجاذبية بتقل، والدليل على كده إن الفضاء فوق ما فيهوش جاذبية. 61 ما القوة التي تسببت أو تسبب في سقوط كرة من مكان مرتفع إلى سطح الأرض؟ طبعا الجاذبية. لديك جسمان الأول كتلته 5 والثاني كتلته 20 أي مما يلي يعبر عن قوة التجاذب بين الجسمين. قوة الجسم الأول
قوة جذب الجسم الأول للجسم الثاني أكبر، يعني الأول يشد الثاني. طبعا الكلام ده غلط، لأن الأول طبعا كتلته قليلة. قوة جذب الجسم الثاني الجسم الأول أكبر، عشان هو الأكبر كتلة، وكل ما كانت زادت الكتلة تزيد الجاذبية. طيب بعد كده بيقول لي إيه؟ 63 تزداد قوة الجاذبية بين الجسمين عند زيادة كتلة الجسمين، ولا زيادة المسافة بينهما، ولا نقص كتلة الجسمين، ولا ثبات المسافة بينهما؟ طبعا زيادة كتلة الجسمين. 64 من أمثلة قوة التلامس جاذبية ولا كهروستاتيكية ولا مرونة ولا مغناطيسية؟ طبعا قوة المرونة. جميع ما يلي يعتبر قوة مجال ما عدا، طبعا هو عاوز حاجة تلامس، يبقى قوة الاحتكاك. يتم التعبير عن القوة الجاذبية الأرضية بخطوط تسمى خطوط المجال المغناطيسي، لا خطوط الطول، خطوط العرض، خطوط مجال الجاذبية. من العوامل المؤثرة على قوة التجاذب بين جسمين: كتلة الجسم والمسافة. كتلة الجسمين، المسافة بين الجسمين، نوع مادة الجسمين، الكتلة والمسافة بين الجسمين. الاثنين دول طبعا الكتلة علاقة طردية والمسافة علاقة عكسية. تعتمد الحركة المدارية للأقمار الصناعية على قوى الجاذبية. رقم 69 حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس من أمثلة الحركة المدارية. السؤال بعد كده 70 وحدة قياس الوزن، طبعا الوزن بالنيوتن. 71 وزن الجسم على سطح الأرض يعادل نقط أمثال وزنه على سطح الأرض. طبعا هنا مفترض هنا طبعا سطح الأرض، هنا نقط أمثال وزنه على سطح القمر. طبعا هنا بس في غلطة في السؤال. 71 تاني وزن الجسم على سطح الأرض يعادل 6 أمثال القمر، يبقى الجسم على الأرض أتقل من القمر 6 مرات. 72 شدة مجال الجاذبية الأرضية نقط كلما ابتعدنا عن مركز الأرض، طبعا بتقل. يتغير وزن الجسم من كوكب لآخر بسبب تغير كتلة الجسم. أولا كتلة الجسم ما بتتغيرش، شكل مدار الكوكب ملوش علاقة. شدة مجال جاذبية كل كوكب شدة مجال الجاذبية بتتغير من مكان للآخر. جسم كتلته 8 كيلو جرام وزنه، فإن وزنه على سطح الأرض علما بأن شدة مجال الجاذبية الأرضية بيساوي 10 نيوتن لكل كيلو جرام. مش هو عاوز الوزن اللي هو W بيساوي M في G. طبعا الام بكام اللي هي الكتلة؟ ب8 في الجاذبية الأرضية اللي هي G ب10، يبقى 8 في 10 بكام؟ ب80 نيوتن. بعد ليه السؤال رقم 75 جسم وزنه على سطح الأرض 240 نيوتن، فإن وزنه على سطح القمر يساوي. طيب هكتب يا سيدي اللي هو المثلث القانوني اللي شغالين بيه. هنا طبعا 6، وهنا الوزن على القمر، وهنا الوزن على الأرض. أنت عاوز الوزن على القمر، يبقى هتقسم الأرض على 6، يبقى 240 على ال6 هيطلع عندك ب40. رقم 76 كل مما يلي من أمثلة الحركة المدارية ما عدا: حركة القمر حول الأرض مدارية، حركة الأرض حول الشمس مدارية، حركة الأرض حول محورها مش مدارية. لأن الحركة المدارية لازم بيكون عندك جسم في المنتصف وجسم تاني عمال بيلف حواليه، طبعا في مسار دائري أو اللي هو شبه دائري بيضاوي يعني. 77 الجسم الذي وزنه 60 نيوتن على سطح القمر تكون كتلته كام على سطح الأرض؟ طيب مش هو مديني الوزن على القمر؟ هات لي يا عم الوزن على الأرض. الوزن على الأرض بيساوي كام؟ بيساوي القمر في 6، يبقى الوزن على الأرض بيساوي 60 في 6 ب 360 نيوتن. طيب عاوز أجيب الكتلة على الأرض. الكتلة بيساوي الوزن اللي هو W على G اللي هي الجاذبية. الوزن بكام؟ 360 انت لسه مطلعه، والجي عندك ب10 هتطلع ب 36 كيلو جرام. 78 أي العبارات التالية تصف قوة جاذبية القمر بطريقة صحيحة؟ تعادل 6 أمثال جاذبية الأرض؟ لا، يعني أتقل أو بتشد الأجسام أكتر من الأرض 6 مرات طبعا مستحيل. تعادل نصف جاذبية الأرض؟ لا، هي سدس. لا يمتلك القمر قوة جاذبية؟ لا بيمتلك، يبقى بيعادل سدس جاذبية الأرض. 79 أي العبارات التالية تصف شدة مجال الجاذبية الأرضية بطريقة صحيحة؟ ثابتة في أي مكان على الأرض؟ لا،
أقل من شدة جاذبية القمر تساوي تقريبا 1 نيوتن لكل كيلو جرام، تتغير حسب الارتفاع عن سطح الأرض. طبعا تتغير حسب الارتفاع عن سطح الأرض. طيب 80 جسم كتلته 7 كيلو جرام فإن وزنه على سطح الأرض يساوي، مش مديني الكتلة وعاوز الوزن، يبقى هتضرب ال7 في ال10 اللي هي شدة مجال الجاذبية، 7 في 10 ب 70. جسم وزنه على سطح القمر 30 نيوتن فإن وزنه على الأرض بيساوي. طيب مش هو عاوز الأرض، يبقى هتضرب في 6، اضرب كده 3 في 6 18 وتنزل الصفر يبقى 180 نيوتن. طيب 82 تتغير قيمة نقط الجسم من كوكب لآخر، طبعا هنا وزن. برضه هنا اللي هو القانون جه منين؟ إن الدبليو بيساوي ام في جي اللي هي الجاذبية. طبعا الام اللي هي الكتلة. خلاص؟ السؤال رقم 81 جسم وزنه على سطح القمر 30 نيوتن فإن وزنه على سطح الأرض. طبعا هنا المثلث اللي هستخدمه اللي هو المثلث اللي بيقول إن الوزن على الأرض وهنا وزن على القمر وهنا 6. أنا عاوز الوزن على الأرض، يبقى هتضرب القمر في 6، يبقى 30 في 6. 30 في 6 بكام؟ 30 في 6 ب 180 نيوتن. رقم 82 تتغير قيمة نقط الجسم من كوكب لآخر، طبعا الوزن اللي هو الجاذبية يعني. 83 قوة جذب الأرض للجسم هي طبعا الوزن. السؤال اللي بعد كده اكتب المصطلح العلمي. أول سؤال بيقول لي التجاذب الكهربي بين الأيون الموجب الكاتيون والأيون السالب الأنيون، طبعا ديت اللي هي الرابطة الأيونية. نرفع بس القلم شوية. السؤال رقم 2 ذرة عنصر فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي، ده أيون. لا تقول موجب ولا سالب، لأن هو قال لك إن دي عبارة عن ذرة فقدت واكتسبت، فقدت أو اكتسبت. هو طبعا مش محدد لي موجب ولا سالب، هو قال لي الاثنين، فأنت سيبها له عايمة خلاص، ده أيون. رقم 3 ذرة عنصر فقدت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي، هنا بقى قال لك فقدت، يبقى تقول له أيون موجب. رقم 4 ذرة عنصر اكتسبت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي، اكتسبت يبقى أيون سالب. رقم 5 رابطة تنشأ بين ذرتين لعنصر لا فلزي واحد أو ذرتين لعنصر لا فلزيين مختلفين، الرابطة التساهمية. السؤال اللي بعد كده رقم 6 مركبات توصل التيار الكهربي سواء كانت مذابة في الماء أو في حالة انصهار، المركبات الأيونية. مركبات معظمها لا يذوب في الماء وعادة ما توصل التيار الكهربي، المركبات التساهمية. رقم 8 مركب يتكون من ارتباط ذرة أكسجين بذرتين هيدروجين، ده اللي هو ال H2O، طبعا ده المية. رقم 9 بيقول لك أبسط جزيء لمركب عضوي وفيه ترتبط كربون ب4 هيدروجين، طبعا ده اللي هو CH4، ده اللي هو الميثان. 10 الشحنات الكهربية المتراكمة على الجسم نتيجة للدلك، طبعا ده الكهرباء الساكنة. 11 ترتيب بعض المواد حسب سهولة فقدها للإلكترونات، طبعا ديت اللي هي السلسلة الكهروستاتيكية، وطبعا السلسلة دي مهمة جدا علشان خاطر تحدد مين في المواد موجب ومين السالب. الجهاز المستخدم في قياس الشحنات الكهربية الضعيفة الكولوم ميتر. 13 نظام يستخدم لحماية المنشآت والمباني من ضربات الصواعق، ده اللي هو مانع الصواعق. 14 المنطقة المحيطة بشحنة كهربية وتظهر فيها آثارها على مواد معينة موجودة فيها، طبعا ديت اللي هي المجال الكهربي. 15 خطوط وهمية توضح المسار الذي تتخذه شحنة موجبة صغيرة حرة الحركة موضوعة فيها، طبعا هنا ديت خطوط القوى الكهربية، خطوط القوى الكهربية.
أو المجال الكهربي. جهاز يستخدم في الاستدلال على الحالة الكهربية لجسم مجهول، الإلكتروسكوب. 17 إحدى مركبات الحديد ويتميز بالقدرة على جذب بعض الأجسام المعدنية، طبعا ده المغناطيس. 18 أداة تستخدم لتحديد الاتجاهات الجغرافية الأساسية الأربعة للأرض، البوصلة. المواد التي تنجذب نحو المغناطيس مواد مغناطيسية. المواد التي لا تنجذب نحو المغناطيس مواد غير مغناطيسية. 21 منطقة على المغناطيس تكون عندها قوة جذب المغناطيس أكبر ما يمكن، القطبين. قوة تسحب جميع الأجسام لأسفل في اتجاه مركز الأرض، الجاذبية. مناطق في الفضاء تتشكل عندما ينكمش نجم ضخم في نهاية حياته وله جاذبية هائلة، طبعا ده الثقب الأسود أو الثقوب السوداء. الحيز الذي يؤثر فيه قوة الجاذبية الأرضية على الأجسام المادية الموجودة فيه بقوة جذب في اتجاه مركز الأرض، ده مجال الجاذبية. مجال الجاذبية الأرضية. قوة تؤثر على الأجسام على بعد معين مثل قوى الجاذبية وقوى المغناطيسية. قوة تؤثر على الأجسام على بعد معين، طبعا ده قوى المجال. قوة تجاذب بين أي جسم يدور في مسار منحني في الفضاء حول جسم آخر مركزي، ديت اللي هي الحركة المدارية أو الدورات المدارية. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، ده طبعا الكتلة. قوة جذب الأرض للجسم الوزن. وحدة قياس الوزن الجسم ويرمز لها بالإن، النيوتن. الشاشة علقت. النيوتن. بعد كده طبعا أهم سؤال عندنا في الامتحان أو في المنهج اللي هو سؤال علل. طبعا عارفكم بتحبوا سؤال علل، بتعشقوه. الرابطة في جزيء كلوريد الصوديوم NaCl رابطة أيونية لأنها تنشأ نتيجة للتجاذب الكهربي بين أيون موجب وأيون سالب. لأنها تنشأ نتيجة التجاذب الكهربي بين أيون موجب وأيون سالب. طبعا الأيون الموجب هنا طبعا هيكون الصوديوم، والسالب اللي هو الكلوريد. الرابطة الأيونية ينتج عنها جزيئات مركبات فقط لأنها تنشأ بين ذرتين مختلفين فلز ولا فلز نتيجة التجاذب الكهربي بين أيون موجب وأيون سالب. رقم 3 بيقول تميل الفلزات إلى فقد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. وأنا كنت ليه بفقد؟ عشان أكمل مستوى الطاقة الأخير. يبقى حتى يكتمل مستوى الطاقة الأخير بالإلكترونات. رقم 4 عندما تفقد ذرة العنصر إلكترون أو أكثر تتحول إلى أيون موجب. ليه بتتحول لأيون موجب؟ لأن البروتونات بتكون أكتر من الإلكترونات. لأن البروتونات الموجبة
أكبر من الإلكترونات السالبة. رقم 5، عندما تكتسب الذرة إلكترون أو أكثر تصبح أيون سالب، علشان الإلكترونات هي في الحالة دي بتكون أكتر، لأن الإلكترونات السالبة تكون أكبر من البروتونات الموجبة. لا يمكن أن يتحد عنصر المغنيسيوم Mg12 والكالسيوم 20 معا ماشي لتكوين مركب متعدد الشحنة. هما الاثنين دول ما ينفعش يرتبطوا، لأن لو جيت وزعت ال 12 2 8 2 هيفقد 2 إلكترون، وهنا ال 20 2 8 8 2 برضه هيفقد 2 إلكترون، وهيتحول كل منهما لأيون موجب. موجب مع موجب مش هيحصل قوة تجاذب. أقول له لأن كل منهما يميل إلى فقد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير متحولة لأيون موجب. هما الاثنين هيتحولوا لموجب، بالتالي هنا مش هيحصل أي قوة تجاذب. المركب الأيوني الناتج من تفاعل الأنيون مع الكاتيون يكون متعادل الشحنة. متعادل يعني الموجب قد السالب. هتقول له لأن الشحنات الموجبة تساوي الشحنات السالبة، لأن الشحنات الموجبة تساوي الشحنات السالبة. الرابطة في جزيء كلوريد الهيدروجين تساهمية أحادية. أحادية يعني هتقول له تساهمية يعني هيشارك، أحادية يعني هتشارك بواحد إلكترون بس، لأن كل منهما يشارك بواحد إلكترون، لأن كل ذرة تشارك بإلكترون واحد. طيب الرابطة في جزيء الأكسجين O2 تساهمية ثنائية، عشان كل ذرة هتشارك باتنين إلكترون، يبقى لأن كل ذرة تشارك بإلكترونين لتكوين الرابطة. الرابطة في التساهمية في جزيء النيتروجين N2 تساهمية ثلاثية، لأن كل ذرة هتشارك بثلاثة إلكترون، لأن كل ذرة تشارك بثلاث إلكترونات. رقم 11، الرابطة التساهمية ينتج عنها جزيئات عناصر أو مركبات، لأنها قد تكون بين ذرتين لعنصر لا فلزي واحد. كده في الحالة دي هيكون الذرتين شبه بعض زي ال H2 وال N2 وال O2. طيب يبقى هنا ممكن يكونوا ذرتين لعنصر واحد يعني متشابهين، أو ذرتين لعنصرين مختلفين، طبعا لا فلزيين. في الحالة دي كده بقى بتكون الذرات بتاعتي مختلفة، وبالتالي بتكون ايه؟ مركب. رقم 12، تنجذب قصاصات الورق الصغيرة إلى ساق من الخشب تم دلكها بالصوف بسبب تكون شحنات كهربية ساكنة، بسبب تكون الشحنات الكهربية على ساق الخشب. طيب يجب توصيل ناقلات الوقود بسلاسل معدنيه ملامسه للارض، بيبقى في سلسله كده متدلدله من اللي هو المقطوره بتاعه نقل الوقود علشان تفرغ الشحنات علشان العربيه ما تولعش. طبعا هنا لتفريغ الشحنه الكهربيه المتولده بسبب احتكاك الوقود بالخزان منعا لاحتراق الوقود.
لان طبعا الشحنات دي لو فضلت هتولع في اقل شراره تولع في البنزين. الشعور بكهرباء خفيفه عند لمس مقبض الباب المعدني بعد سير كحاف القدمين على السجاد. طبعا مشيت حافي يبقى حصل احتكاك، يبقى تتكون شحنه، تيجي تلمس المقبض الشحنه دي تتفرغ. اقول له بسبب تفريغ الشحنه الكهربيه المتولده نتيجه الاحتكاك. يتم تثبيت مانعة الصواعق بالقرب من المنشآت والمباني العالية. طبعا مانعة الصواعق ديت طبعا لحماية المنشآت والمباني، لحماية المنشآت والمباني من ضربات الصواعق. طيب 16 يفضل طلاء المعادن بطريقة الطلاء الكهروستاتيكي عن الطرق الأخرى. طبعا رقم 1 لأن في هذه الحالة لأن طبقة الدهان تكون منتظمة. ليه يا مستر؟ علشان خاطر الدهان اللي انت هتدهنه هيكون ناعم، طبقة منتظمة، ما فيهوش مثلا كلاكيع ولا حاجة، ما فيهوش كلكيع. رقم 2 ان بتوفر فيه او من اهدار مادة الطلاء. توفر من اهدار مادة الطلاء، مش ههدر كتير من الدهان. يعتبر الحديد من المواد المغناطيسية عشان بيلزق في المغناطيس لأنه ينجذب إلى المغناطيس. يعتبر النحاس من المواد الغير مغناطيسية. يعتبر النحاس من المواد الغير مغناطيسية لأنه لا ينجذب إلى المغناطيس، لأنه لا ينجذب إلى المغناطيس. لا تنجذب ساق من الفضة إلى المغناطيس لأنها مادة غير مغناطيسية، لأنها مادة غير مغناطيسية. تصنع علبة البوصلة من النحاس أو البلاستيك عشان دي مواد غير مغناطيسية لا تؤثر في حركة الإبرة، لأنها مواد غير مغناطيسية لا تعوق حركة الإبرة، لا تعوق حركة الإبرة، وبالتالي هنا الإبرة في النص هتكون حرة الحركة فتقدر تحدد الاتجاه. تأخذ إبرة البوصلة اتجاها ثابتا في المكان الواحد. طبعا عشان القطب الشمالي بيشير إلى الشمال الجغرافي والقطب الجنوبي بيشير إلى القطب الجنوبي الجغرافي. أقول له لأن القطب الشمالي للمغناطيس يشير دائما إلى القطب الشمالي الجغرافي للأرض، والقطب الجنوبي إلى القطب الجنوبي الجغرافي للأرض. يبقى الشمال ناحية الشمال والجنوب ناحية الجنوب. تسقط الأجسام دائما لأسفل في اتجاه مركز الأرض بسبب قوة الجاذبية، بسبب قوة الجاذبية الأرضية. الجاذبية من القوى المهمة لحياة الكائنات الحية على سطح الأرض، لأنها تساعد في ثبات الأشياء، لأنها تساعد في ثبات الأشياء، طبعا زي العربيات والمباني، وكمان سقوط الأمطار. طبعا الإنسان مش هيعرف يعيش من غير سقوط الأمطار، مطرة مصدر للمية. لا يستطيع الضوء الهروب من الثقوب السوداء في الفضاء بسبب شدة جاذبيته، بسبب شدة جاذبيته.
طبعا الجاذبيه في الثقوب السوداء بتكون عاليه جدا لدرجه ان الضوء مش عارف يخرج لبره. وجود مجال لكل من القوة المغناطيسية والكهربية والجاذبية ولا يوجد لقوى الاحتكاك. طبعا هنا لأن قوى الاحتكاك أو القوة، خلينا في القوة المغناطيسية، لأن القوة المغناطيسية والكهربية والجاذبية تؤثر على الأجسام على بعد معين، وإنما الاحتكاك أو قوة الاحتكاك تؤثر على الأجسام عند تلامسها. يبقى أنا هنا قوة الجاذبية والكهربية والمغناطيسية هيشتغلوا من بعيد لبعيد، لكن الاحتكاك لازم لمس. 26 وزن الشخص على سطح القمر أقل من وزنه على سطح الأرض، لأن قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. كتلة الجسم لا تتغير من مكان لآخر لأن الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، لأن الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، اللي هو مقدار يعني اللحم والعضلات والدم اللي عندي. طبعا المقدار ده مش هيختلف لما اتنقل من مكان لتاني، لأن الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، وهذا مقدار ثابت لا يتغير. ينعدم وزن الجسم في الفضاء الخارجي بسبب انعدام الجاذبية، بسبب انعدام الجاذبية. طبعا انت حضرتك ممكن تصور الملزمة، هتنزل لك PDF في اللي هو الديسكريبشن بتاع الفيديو، ممكن تطبعها وطبعا واحدة واحدة معايا. وزن الجسم دائما أكبر من كتلته، لأن وزن الجسم هو حاصل ضرب الكتلة في شدة مجال الجاذبية. طبعا لما تيجي تضرب حاجتين في بعض هيطلع لك الرقم كبير. طبعا جاذبية الأرض أكبر من جاذبية القمر، لأن كتلة الأرض أكبر من القمر، لأن كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر. هتقول لي ايه اللي دخل الكتله في الموضوع؟ ما لو كتله زادت الجاذبيه هتزيد، والعكس. قيمه الوزن بتختلف من مكان لاخر بسبب اختلاف شده مجال الجاذبيه، بسبب اختلاف شده مجال الجاذبيه. تعالى بقى للمسائل. بيقول لك هنا السؤال رقم 1: احسب وزن جسم كتلته 60 كيلو جرام إذا علمت أن شدة مجال الجاذبية 10 نيوتن لكل كيلو جرام. طبعا هو عاوز الوزن اللي هو W بيساوي M في G، اللي هو الكتلة في عجلة الجاذبية أو شدة مجال الجاذبية، يعني 60 في 10 هيديني 600 نيوتن. تعالى ليه السؤال الثاني، بيقول لك احسب كتلة جسم وزنه 490 نيوتن على سطح الأرض إذا علمت أن شدة مجال الجاذبية 10 نيوتن لكل كيلو جرام. هو عاوز الكتلة M. الM دي عبارة عن إيه؟ الوزن اللي هو W على G الجاذبية. طب الوزن كام؟ 490 على ال10 هيطلع 94. أنت بتجيب كتلة يبقى كيلو جرام. طيب رقم 3: جسم كتلته 360 كيلو جرام، احسب وزن الجسم على سطح الأرض ووزنه على سطح القمر إذا علمت أن شدة مجال الجاذبية 10 نيوتن لكل كيلو جرام. هنا بقى هنستخدم مثلثين. هنا طبعا الW اللي هي الوزن، وهنا الM اللي هو الكتلة، وهنا G اللي هو شدة مجال الجاذبية. ده المثلث الأول. المثلث الثاني كان فيه اللي هو الوزن على الأرض، وهنا 6، وهنا الوزن على القمر.
خلينا نستخدم المثلث الاول. هو عاوز دلوقتي الوزن الجسم على الارض، الوزن اللي هو W بيساوي M في G، الكتله عندي بكام؟ 360 كيلو جرام، اضربها في 10 هتديني 3600 نيوتن. طيب عاوز الوزن على القمر، الوزن على القمر بيساوي الوزن على الارض على 6 عشان اقل منه 6 مرات، يبقى انا 3600 على 6. تعالى نشوف بكام. 3600 على 6 يديني 600 نيوتن. تعالى ليه؟ احسب وزن الجسم على سطح القمر، او وزن الجسم على سطح القمر 30 نيوتن، احسب ما يلي علما بان شدة مجال الجاذبية 10. عاوز الوزن على سطح الارض. طيب مش هو عاوز الارض، يبقى تضرب القمر في 6، اللي هو الوزن القمر في 6. طيب يعني 30 في 6، 3 في 6 ب 18، يعني 180 نيوتن. طيب عاوز كتلة الجسم على سطح الأرض، الكتلة اللي هي M بيساوي الدبليو اللي هو الوزن على G، الوزن أنت مطلعه بكام؟ ب 180 على عجلة الجاذبية وشدة مجال الجاذبية ب 10، يبقى 180 على 10 يديني 18 كيلو جرام. احسب كتلة جسم وزنه 45 نيوتن علما بأن شدة مجال الجاذبية ب 10. طيب هو عاوز الكتلة بيساوي دبليو على جي. طب الدبليو بكام؟ ب 45 على ال10 هيديني 4 كيلو ونص. على ليه؟ تأمل من الشكل المقابل ثم أجب. طبعا ده الإلكتروسكوب، وضح البيانات الموضحة بالشكل. طبعا رقم 1 ده اللي هو القرص المعدني أو القرص النحاس. رقم 2 ده اللي هو ساق نحاس. رقم 3 ده اللي هو ورقتي الذهب. بعد كده صح وغلط. طبعا من الأسئلة اللي هي إيه بتبقى فيها رخامة شوية الصح وغلط دي. طيب بيقول لك هنا الرابطة في جزيء أكسيد المغنيسيوم MgO رابطة تساهمية. غلط، لأن ده عبارة عن مركب أيوني فيه فلز ولا فلز. طيب تعالى للسؤال الثاني. تميل ذرات اللافلزات إلى اكتساب إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي؟ يبقى الكلام ده صح. تتشابه خواص مركب NaCl مع HCl لاحتواء كل منهما على الكلور؟ طبعا غلط، دي مادة ودي مادة. رقم 4 المركب الأيوني الناتج من اتحاد الأنيون مع الكاتيون يكون متعادل الشحنة؟ لأن الشحنة الموجبة هتساوي الشحنة السالبة. رقم 5 عدد مستويات الطاقة في أيون الكلور Cl17 يساوي العدد اللي موجود في الأرجون Ar18. طب وزع كده ال 17 2 8 7، طبعا آخر 7 يبقى هتكتسب 1، يبقى الأيون بتاعه 2 8 8 ده الأيون. طب الأرجون 18 2 8 8، العدد اللي هنا قد اللي هنا، يبقى الكلام ده صح. طيب تعالى ليه السؤال رقم 6. يعتبر جزيء الماء أبسط جزيء لمركب عضوي. أساسا المية مش عضوية، مش مركب عضوي. طيب 7 ترتبط ذرات الكربون مع بعضها في سلاسل متصلة فقط. في عندك متصلة وفي عندك متفرعة وفي عندك حلقية. الرابطة في جزيء كلوريد الهيدروجين أيونية؟ لا غلط، ده تساهمية وأحادية كمان. درجة انصهار المركبات التساهمية منخفضة. طيب رقم 10 ترتبط ذرة الهيدروجين بذرتين أكسجين في جزيء المية؟ غلط، المفروض 2 هيدروجين قصاد 1 أكسجين. 11 ترتبط ذرة الكلور مع ذرة هيدروجين بنفس طريقة ارتباطها مع ذرة الصوديوم؟ لا غلط طبعا. معظم المركبات الأيونية جيدة التوصيل للكهرباء ولا تذوب في المية؟ لا بتدوب في المية. 13 الرابطة التساهمية ينتج عنها جزيئات عناصر أو مركبات؟ لأن ممكن تكون ما بين ذرات متشابهة أو مختلفة. 14 يعتبر الحديد من المواد التي يمكن شحنها بكهربية ساكنة دون عزلها؟ لا لازم عزل. 15 تستقر الشحنات الكهربية الساكنة على سطح الجزء المدلوك فقط من الجسم؟ لا الدالك والمدلوك، الجسم اللي انت هتدعك بيه والجسم المدعوك هيتكون عليهم شحنات.
16 يكتسب الجسمين بعد دلكهما من بعضهما شحنتين كهربائيتين متماثلتين لا مختلفتين، واحد موجب والتاني سالب. 17 يكتسب كل من الابونايت والزجاج نفس الشحنه الكهربيه عند دلكهما بقطعه من الحرير لا، الابونايت سالب والازاز هيكون موجب، يبقى الكلام ده غلط. طيب 18 الجسم الذي يفقد الكترونات عند دلكه بجسم اخر تكون شحنته موجبه رقم 19 توصل ناقلات الوقود بسلاسل معدنيه ملامسه للارض لتفريغ الشحنات الكهربائيه الساكنه 20 تكتسب ساق من الخشب الكترونات عند احتكاكها بجاكيت مصنوع من الجلد. طيب لو جيت بصيت للسلسله الكهروستاتيكيه هتلاقي الخشب من فوق والجلد الصناعي من تحت، لان عندك ايه؟ عندك ازاز وعندك بعد كده شعر بعد كده خشب بعد كده جلد صناعي، يبقى الجلد هو اللي تحت، يبقى الجلد هو اللي سالب والخشب هو موجب. بيقول لك تكتسب ساق من الخشب الكترونات يبقى تبقى سالب، معناها كده سالب، طبعا غلط. طيب 21 يمكن ان تتقاطع خطوط القوى الكهربائيه مع بعضها، الخطوط دي لا تتقاطع، غلط. تتجه خطوط مجال الكهربي دائما نحو الشحنه السالبه، تتجه نحو الشحنه السالبه، صح. طيب تنفذ خطوط القوى الكهربيه خلال الاسطح المعدنيه المشحونه، تنفذ؟ لا تنفذ. تعالى لي السؤال رقم 24 بيقول لي ينشأ المجال الكهربي بين الأجسام المتلامسة فقط، طبعا غلط، لأن طبعا الشحنة الكهربية بيبقى ليها مجال ممكن تشتغل من بعيد لبعيد. 25 لا يمكن للكشاف الكهربي التمييز بين الشحنات الموجبة والسالبة، لا يعرف. 26 عند تقريب جسم مشحون من قرص الكشاف الكهربي المعزول تبتعد ورقتا الكشاف عن بعضهم، الجسم مشحون هيخلي الورقتين يبعدوا عن بعض، صح. 27 يمكن تفريغ الكشاف الكهربي عن طريق لمس القرص باليد، بفرغه بلمسه كده. طيب تنفرج ورقتا الكشاف الكهربي عند ملامسة القرص لجسم له نفس الشحنة الكهربية، تنفرج إذا تم تقريب جسم مشحون إلى كشاف كهربائي مشحون بنفس النوع من الشحنة فإن يزداد تباعد الورقتين، نفس الشحنة يبعدوا. المغناطيس له القدرة على جذب جميع المعادن، لا. 41 يمكن للمغناطيس جذب المواد المصنوعة من الخشب والبلاستيك، لا. توضع الإبرة المغناطيسية للبوصلة داخل علبة من الحديد، لا، لأن كده هتعوق حركة الإبرة المغناطيسية. 43 تتجمع برادة الحديد على المغناطيس بنفس الكثافة على كل أجزائه، لا، القطبين أعلى، الكثافة هتكون أعلى عند القطبين. 44 قوة جذب المغناطيس تكون أكبر ما يمكن عند طرفيه، صح. لا يمكن الحصول على قطب مغناطيسي منفرد، صح، ما ينفعش، حتى لو كسرت المغناطيس هيبقى ليه قطب شمالي وليه قطب جنوبي. 46 القطب الشمالي للمغناطيس يشير دائما نحو القطب الشمالي للأرض، صح. القطبان المتشابهان للمغناطيسيين يتجاذبان دائما، غلط، يتنافران. المجال المغناطيسي يزداد قوة كلما ابتعدنا عن المغناطيس، غلط طبعا. المجال المغناطيسي يمكن رؤيته بالعين المجردة، لا يمكن رؤيته طبعا. خطوط المجال المغناطيسي لا تتقاطع أبدا، صح. يمكن تمثيل خطوط المجال المغناطيسي باستخدام برادة حديد، صح. تتشكل الثقوب السوداء عند انكماش النجم في بداية حياته، لا، في نهاية حياته. تعمل قوى الجاذبية على استقرار الأجسام على سطح الأرض، صح. قوى الاحتكاك ليس لها مجال، صح. قوى الجاذبية تكون بين الأرض والجسم الموجودة على سطحها فقط، غلط، ممكن تشتغل من بعيد لبعيد. رقم 56 بيقول لي مجال الجاذبية بين جسمين يكون في نفس الاتجاه، لا، مجال الجاذبية أو الجاذبية بتاعت الجسمين بيكون متساويين في المقدار لكن متضادين في الاتجاه. في المجال المغناطيسي تؤثر كتلة جسم على كتلة جسم آخر، لا، ده في مجال الجاذبية. تعتبر ظاهرة المد والجزر إحدى مصادر الطاقة المتجددة، اللي هي الكهرباء. تعتبر التصادم من قوى المجال، لا، ده تلامس. تعمل قوى التجاذب في اتجاه واحد وبنفس المقدار، لا، طبعا في اتجاهين متضادين. كلما زادت المسافة بين الجسمين قلت قوة التجاذب بينهما، علاقة عكسية. اكتشف العلماء في بداية القرن العشرين مناطق في الفضاء تسمى الثقوب البيضاء، لا، السوداء. 63 كتلة الجسم على سطح الأرض تساوي وزن الجسم في شدة مجال الجاذبية، طبعا القانون ده غلط. رقم 64 وزن الجسم يتغير من كوكب إلى آخر نتيجة لتغيير شدة مجال جاذبيته، صح. 65 تعتبر حركة الأقمار الصناعية حول الأرض على قوة الجاذبية الأرضية، صح. وزن الجسم أقل دائما من كتلته، الكلام ده غلط، الكتلة هي الأقل. 67 لا يبتعد القمر الصناعي عن الأرض بسبب وجود قوة مغناطيسية، لا، جاذبية.
68 القيمة العددية لوزن وكتلة نفس الجسم متساويان غلط. شخص وزنه على القمر 12 نيوتن فإن وزنه على الأرض 7 نيوتن. طبعا غلط، الأرض هيكون أكتر طبعا بالتأكيد، لأن وزن الجسم على القمر بيكون سدس الأرض. تعتمد حركة الأقمار الصناعية حول الأرض على قوة الجاذبية الأرضية. تعتمد حركة الأقمار الصناعية على قوة الجاذبية، صح. تعالى لي آخر سؤال معانا. وزن الجسم ثابت ولكن كتلته تتغير من مكان لآخر. الكلام ده طبعا بيكون غلط. بكده نكون انهينا معاكم مراجعه شهر نوفمبر. طبعا نتمنى لكم التوفيق في الامتحان، وان شاء الله كلكم موفقين ويجي الامتحانات سهله باذن الله. اشوفوا وشكم بخير وفيديو جديد ان شاء الله. وما تنساش طول ما انت مع مينا انت اكيد في الامينه. اشوفكم بخير وفيديو جديد. سلام.